في أوقات كتير بنبقى قاعدين وسط الناس قاعدين بنضحك وبنتكلم، ولكن في جوانا صوت هادي عمال يقول أنا مش كويس. حزن ملوش سبب واضح، إحساس تقيل ومش باين لحد، وإحساس بالتعب من غير حتى ما نعمل أي حاجة. الاكتئاب مش ضعف ومش دلع ومش حالة هتروح لوحدها. الاكتئاب تجربة إنسانية قاسية. انت لو عايش سنة 2026 لازم تشكر الظروف اللي خلت الأطباء والأفراد يعترفوا بالأمراض النفسية وأهمهم الاكتئاب. لأنك ببساطة لو كنت عايش في العصور الوسطى وصحيت فجأة من النوم حاسس بشيء من فقدان الشغف، فأنت ممكن بكل بساطة يتهموك مبدئيا بضعف الإيمان، واللي جاي أصعب بكتير. خليني أقول لك ليه. البشر عموما بيهاجموا كل جديد على قدراتهم. يعني احنا كلنا لو مش قادرين ايه اللي بيحصل ده يبقى بس دي قوة خارقة، مس، ما ورائيات، شيطان، اي حاجة وخلاص، او اي تفسير. المهم ان احنا ما نظهرش جهلة او ضعاف الحيلة. ودي كانت حالة الرهبان في العصور الوسطى اللي كان بيتعرض عليهم حالات زي دي بالظبط. حزن شديد أو رغبة في الانعزال أو فقدان الرغبة في كل شيء. التفسير الأول اللي دايما كانوا بيعرضوه إن الشخص ده يا إما إيمانه تزعزع أو ضعف. وهنا بنبدأ سلسلة من العلاجات المطروحة اللي كانت كلها عبارة عن شوية طقوس دينية. لو ده منجحش يبدأوا يتهموا الشخص ده إن هو مارس السحر، وممارستك للسحر في العصور الوسطى معناها إعدام على طول من الكنيسة. وساعتها بكل بساطة أقدر أقول لك يا ريتك فضلت ساكت وما فضفضتش لحد، بس ده لو كنت عايش وقتها. النهارده انا بقول لك الحل الامثل هو انك تعبر عن اللي تعبك بالظبط لمختص، مش اي حد. بس خلينا ما نسبقش الاحداث. في العصور اليونانيه القديمه بقى ابوقراط جه بنظريه اطلق عليها نظريه المزاج، وقسم السوائل في الجسم ل4 انواع، وقال ان السوائل هي اللي مسؤوله عن المزاج بشكل عام. وفي الوقت ده العالم كان دايما بيهاجم النظريات وبيآمن بأي حاجة سهلة. فأنت كعالم على راسنا من فوق، لكن كل نظرياتك دي هنرميها في الزبالة، وهنطلق لفظ الجنون على أي حد بيشتكي من أي أمراض نفسية وخلاص. ومن بعده أرسطو وغيره كتير كلهم حاولوا مع البشر، ولكن التعنت كان أقوى منهم. العلم فعلا ما شدش حيله وقدر يقف ويثبت غير متأخر قوي، تقريبا في منتصف القرن العشرين. وبدلها نتكلم عن علم النفس في القرن العشرين يبقى لازم نرمي أحلى تحية وأحلى سلام لعم الناس فرويد. بس برضو خلينا ما نجريش بسرعة، احنا دلوقتي لسه في القرن ال19 وظهر عالم اسمه إيميل كيريلين، طبيب نفسي ألماني. وهو كان شايف إن الكآبة أو الاكتئاب نوعين، نوع بيجي من مؤثر خارجي زي مثلا إنك تفقد شخص عزيز عليك فجأة، وهو كان بيقول إن النوع ده أبسط وأسهل وعرضي ومع الوقت هيروح لحاله. النوع التاني كان الأسوأ. كيرلين كان بيقول إن لما المؤثر يكون داخلي زي مثلا إنك تفقد الشغف في الحياة أو تفقد الثقة في قدراتك، ده هيؤدي إن أنت يحصل لك حالة من الانفصال عن الواقع. وحدد أعراض شبه أعراض الفصام دلوقتي، لغاية ما سيجموند فرويد نشر المقالة الشهيرة الحداد والكآبة، وعرف الاكتئاب ساعتها هو الإحساس اللي بيصيب الإنسان لما بيفقد شيء مجهول. يعني تصحى من النوم تحس ان انت مش كويس، ليه؟ مش عارف. طب احكي لي، مش عارف اقول. الشخص بقى اللي بيصاب بالحالة دي ما بيعرفش للأسف يتعامل مع المجتمع، لأن المجتمع دايما محتاج أسباب أو أعراض، وده اللي بيؤدي للشخص ده إن هو يفضل العزلة، وبالتالي حالته تفضل تسوء أكتر وأكتر. فرويد كان بيقول إن الشخص اللي بيصاب بالحالة دي بيبدأ ينتقد ذاته، وبيبدأ يتولد عنده غضب من نفسه، وده اللي بيوصله للألم الفعلي. وفرويد قال إن بعض أسباب الحالة دي راجع للطفولة، هي المسؤولة بشكل كبير قوي عن الأعراض وتنوعها. بس هو كان عنده حق. النهاردة بعد محاولات كتير قوي للعلم عشان يعترف بالاكتئاب، بيتم تعريف الاكتئاب إنه اضطراب نفسي شائع بيسبب فقدان في الاهتمام وحزن مستمر، مرض نفسي معترف بيه وبيصيب 18% من البشر. أغلبهم بيبقى من الستات والشباب الصغير في السن، وده بيرجع لارتباطه بفترة ما بعد الولادة أو حتى فترة البلوغ. الاكتئاب
مش بس مرض نفسي بيحسس الإنسان بالحزن أو بيخليه عصبي أو بيخليه حتى كاره كل حاجة، لأ، هو كمان بيمتد وبيخلي الإنسان يحس بأعراض جسدية ومادية زي آلام متفرقة، وحتى بيأثر على النوم. مريض الاكتئاب ممكن يبص في وشك ويبتسم لك وانت مش واخد بالك من الحرب اللي بتدور جواه. شبح بيخيم على الإنسان، بيقتل رغبته، وممكن مع الوقت يدفعه إن ينهي حياته بشكل أو بآخر. العالم النهاردة للأسف بشكل أو بآخر بقى بيغذي الاكتئاب وبيخليه ينتشر أسرع وأسرع وأسرع، وده بيحصل نتيجة حاجات كتير قوي، مثلا زي إعلانات الأكل الكتير والمطاعم اللي بتقدم أكل غير صحي، الموبايل والشاشات اللي تخلي الإنسان يفضل قاعد بالساعات وبالأيام ما يتحركش، وبالتالي مش هيتعرض لأشعة الشمس، وكمية الناس اللي بتشتكي من اضطرابات النوم، وسلم لي على أعصابك اللي بتبوظ وخلاياك اللي بتتدمر. لكن ولحسن الحظ الاكتئاب مرض قابل للعلاج، ومش حاجة المفروض انت تبقى مكسوف وانت بتتكلم عنها. المشاعر عموما انت محتاج طول الوقت تفضل تعبر عن مشاعرك، لان الكبت صدقني مش في مصلحتك. النهاردة في دكاترة كتير متخصصين موثوق فيهم، بس ثانية انت كده بتقول ان انا هبان ضعيف؟ يا صديقي، المرض النفسي والاكتئاب عمره ما كان ليه علاقة لا بالضعف ولا بالقوة. أبرز الزعماء على مستوى العالم ناس حسمت حروب واحتلت دول وفي النهاية شخصوهم إن هم عندهم اكتئاب. فنانين، رسامين، كوميديان، كل الناس دي رسمت البسمة على وجوه الناس وتم تشخيصهم برضو بالاكتئاب. وانت اصلا مش مطلوب منك انك تبقى محل مقارنة، مش مطلوب منك ان انت تبقى جامد ولا حتى اجمد من نفسك، المفروض تبقى انت وبس. علاج الاكتئاب بياخد وقت طويل قوي في بعض الاحيان، ولكن الالتزام بالجلسات النفسية او بالادوية في بعض الحالات الشديدة هو المفتاح الاهم. الاكتئاب مش مجرد حزن عابر، الاكتئاب تجربة إنسانية عميقة مر بيها بشر كتير على مر العصور، مهما اختلفت أسامي المرض، من الملنخوليا في العصور القديمة أو الكآبة في العصور اليونانية أو حتى التفسير العلمي الحديث للمرض، وهو تعريفه ببساطة إنه ألم داخلي يحتاج إلى فهم واحتواء وليس إلى إنكار وأحكام. ورغم ان هي تجربة قاسية جدا، ولكن دلوقتي مع التطور العلمي ووعي الناس اللي زاد، ده فتح ابواب كتير قوي لان احنا نقدر نتعامل مع مرض الاكتئاب. بس لازم نكون عارفين ان الاعتراف بالمشكلة هو بداية الطريق، وطلب المساعدة مش ضعف، ده هي دي كل الشجاعة. بص يا صديقي، انا من مكاني هنا عايز اقول لك كلمتين. اللي انت حاسس بيه ده مش لوحدك، ودي حاجة مش حاجة غريبة ومش انت بس اللي بتحس بيها، في ناس كتير قوي حاسين بنفس اللي انت حاسس بيه، وكلنا مقدرين ان انت مش عارف تعبر. صدقني انت محتاج تتكلم مع حد، محتاج تروح لحد متخصص. وخلي بالك لو قعدت تتكلم مع حد ده مش معناه ان انت ضعيف او ان انت ممكن يبقى عندك مشكلة. ما تسمعش لأي حد ممكن يقولك كلمة زي دي، انت محتاج مساعدة. وصدقني في ناس كتير قوي اتعالجت وتعافت، لان انت لو فضلت على وضعك ده الحالة بتاعتك هتسوء اكتر واكتر. ومن هنا انا حابب اقول لكم ان انتوا مش لوحدكم. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة. انا محمد فرج، اشوفكم الحلقة الجاية.